الحديث عن لقطة في نهاية المباراة كانت مطالبة بركلة جزاء في الدقيقة الثانية. احنا ما نبكيوش دائما، ما نحكيوش، ما نحبش نحكي كثير انا لما الحكم والفار ما تدخلش، لكن حبينا نشوف اللقطة هذه هل فيها ضربة جزاء ام لا. بوكيا الدخول نتاعو ممكن كان معاه اساس، ممكن كان لو بقى اساس شوفوا ممكن المدافع لمس الكرة قبل ما ومن بعد رجل شوفوا واخذ الكرة لعب بالكرة ومن بعد لعب بالرجل. مانيش عارف انا مانيش حكم، حبينا لكن احنا ما نبكيوش على كيما نقولوا على الاطلال، احنا نعطيو الحكم والفار هو معناتها عنده الكلمه الاولى والاخيره، هل هي ضربه جزاء ام لا. ممكن في حالات تعطى وممكن في حالات لا. يوسف ركله جزاء لا؟ المس شويه الكره بحال لو نشوف خذ الكره اول صعبه. خذ الكره اول، المس شويه الكره لعب الكره ومن بعد الرجل لو لمسها يمكن وهي حتى احتسبت ضربه مرمى مش ضربه جزاء. لو ما لمسهاش لا طبعا ما فيهاش حاجه طبعا، لمس الكوره والكوره خبطت في رجل المهاجم وطلعت ضربه مرمى، فانما لو ما كانش لمس الكوره كريم كانت ممكن يبقى فيها شك يعني. ذكر كابتن طارق، ذكر مميش قدم بطولة كبيرة، هذا الهدف جاء بعد الصمود استمر 826 دقيقة صحيح. من الشباك النظيفة لفريق الترجي. صحيح، وشاهدناه منذ بداية دوري المجموعات. محمد كان مميز، ودائما عندما تريد الذهاب بعيدا في مثل البطولات تحتاج إلى حارس مرمى قوي وإلى دفاع قوي، إلى منظومة دفاعية قوية اللي نجح فيها صالح الترجي بوصوله للنهائي وفي العديد من المباريات، خصوصا المباريات المهمة والمباريات الحساسة، خصوصا في دوري الربع النهائي ونصف النهائي. كان مميز، يمكن كان عنده تردد، لكن انا اشوفه حارس مميز، حارس شاب عنده 20 سنه يلعب بهذه الثقه وبهذا الاسلوب. ربح كبير لنادي الترجي وللكره التونسيه بصفه عامه. بالاضافه كما قلت الى بعض اللاعبين اللي كذلك كانوا مميزين، خصوصا لاعبين وسط الملعب كان قوي. اتكلم انا ليس فقط المباريات لكن منذ بدايه البطوله هو اعطى ثقه كبيره واعطى قوه لوسط الملعب. تحتاج الى كما قلت في بعض المباريات مثل هذه الى اللاعبين خبره ولاعبين تجربه. ما ننساوش انه اكثر لاعبين تقريبا اول مره يلعبون النهائي. هنا يمكن ميزه الاهلي الخبره اولا صحيح. ثم عندما نشاهد الارقام، اولا هذا هو اللقب الثاني على التوالي للانديه العربيه في دوري ابطال افريقيا، لكن هذه رابع مره يفوز بلقبين متتاليين الاهلي صحيح. وهذه النقطه اللي تحدث عنها وائل، مساله تجديد الدافع، الرغبه في تحقيق الانتصارات بعد الانجاز. احنا على مستوى اوروبا اذا استثنينا ريال مدريد وميلان ساكي صحيح. صعب جدا تفوز بالتشامبيونز ليج في اي قاره مرتين متتاليتين. الاهلي فعل ذلك 4 مرات ليست المره الاولى، يعني فعلها قبل ذلك في النسخه الماضيه والنسخه الحاليه، فعل ذلك في 2020 21 12 13 2005 2006 ووصل 5 مرات على التوالي النهائي. تعطيك مدى قيمه الفريق ومدى الخبره وتجربه النادي الاهلي. دائما الاهلي عندما يلعب البطوله هذه دائما مشكلته دائما هو في دوري المجموعات. دوري المجموعات يعطيك انطباع انه سيخرج من الدور الاول وتغش المنافسين صحيح، لكن عندما يتاهل للدور الثاني يصبح فريق اخر. وهذه كما قلت ميزه وقيمه عند اللاعبين، خبرتهم، لعب العديد من النهائيات، لعب العديد من المباريات، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي. ودائما انا كنت اعطي مثل بالنادي الاهلي كافضل نادي المفروض يكون مثل لكل الانديه العربيه في عمليه التسيير، في عمليه تدبير النادي من النواحي الرياضيه، من النواحي الاقتصاديه، كل شيء. الفريق لا يعاني، ليست لديه مشاكل ماديه، وهذا اهم شيء محمد. تعاقدات عندما يتعاقد مع اللاعبين اقتصاديه اكيد مميزين، احنا شفنا امثله عن قرب يعني ما شاء الله ما شاء الله. والاهم محمد انه الحمد لله انا مبسوط ان احنا فزنا وانت موجود. احنا فزنا وانت موجود عشان نحسن الصوره بس. الصوره بتاعتك معانا. رجعوا لي عبد العزيز. ايوه شوف كابتن طارق زعلان، بس مع عبد العزيز هو طلع تعادل يعني ما كان حتى في فوز يعني وصل للجول على الاقل مع عبد العزيز وصل للجول، انما معاك انت ما وصلش للجول. في ميزه الاهلي وهذه مش موجوده في الفرق الكل. الاهلي ممكن ما يكونش افضل فريق في الدوري لكن يفوز. اليوم بالنسبه لي انا لو ناخذ 1-1 الاهلي ما عندوش افضل لاعبين، لكن مجموعه اسم الاهلي كبير، اسم الاهلي يلعب. ريال مدريد اسمه يلعب، هذا ما يسمى بالقميص الثقيل. قميص ثقيل بصراحه، قميص لما تقول الاهلي الفرق تخاف من الاهلي. الاهلي اسمه كبير، مع اليوم شاهد المجموعه ماهيش لاعبين كبار، شاهدنا مباراة معناتها للمستوى متقارب جدا، لكن الاهلي عنده امكانيات انه اللي يدخل الاهلي مثل ما يدخل الريال يدخل في منظومه الفوز، ثقافه الفوز، تصبح الشخصيه اقوى بشكل سريع، تصبح شخصيه قويه.
نشوفوا امام عاشور اليوم عجبني كثير اليوم امام عاشور في المباراه الاخيره، لكن اليوم بالنسبه لي انا افضل لاعب، كان اخطر لاعب. صح. اخطر لاعب، يعني تحس ان اللاعب لما يلعب في الاهلي مغاير تماما على الفريق اللي يلعب. لو تشوف امام عاشور في مكانه ممكن في الاهلي يكون افضل، في لاعبين لما يجوا الاهلي يدخلوا في المنظومه، يدخلوا في منظومه ثقافه الفوز، وهذه قوه. في نقطه بتساعد في اللي حضرتك بتقوله طبعا، وهي الاستقرار الاداري. صحيح. والفني كولر ايضا مستقر. نعم، حتى الفني وحتى الفني، ما هو الاستقرار الاداري بيوفر استقرار فني يا محمد كويس، وخاصه في وجود شخصيه رياضيه كرويه عارف في الكوره كويس، فده بيساعده انه ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب، بيبقى عنده الاحساس، عنده الاحساس. كولر ولا الخطيب؟ قصدي على الخطيب. كابتن الخطيب طبعا لما يعني وجوده واستقراره وتدرجه في النادي من العمل من هو لاعب ثم العمل الاداري مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه وكابتن حسن حمدي، كل دي خبرات ساعدته في الوصول للنقطه الحاليه. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. الاهلي كبير يا جماعه، الاهلي عظيم ولا عزاء للناس الحقوده. مليون مبروك للنادي الاهلي، كبير افريقيا يا جماعه، كبير افريقيا. انا كنت عارف ان الاهلي ان شاء الله هيفوز، لان يا جماعه اي فريق بينزل قصاد الاهلي بيبقى ركبه بتخبط على الجيران، من الاخر كده الاهلي تقيل تقيل تقيل. حتى بره ارضه الترجي نزل خايف من الاهلي، مع ان المباراه ما كانتش قد كده، بس هي النهايات يا جماعه بتكسب ولا تلعب، النهايات بتكسب ولا تلعب. طبعا في يعني حاله جدليه في الكوره اللي هي الاخيره في اخر المباراه. يا جماعه دي مش ضربه جزاء، مش ضربه جزاء، ده هو لاعب الكوره عامل تاكلينج، هو اصلا اساسا اللي لمس الكوره وخبطت في لاعب الترجي وطلعت، لكن هي اساسا مش ضربه جزاء. اللي يقول لك ضربه جزاء ده يبقى ما بيفهمش حاجه في الكوره. الكوره دي ضربه جزاء؟ لا طبعا مش ضربه جزاء يا جماعه، والله ما ضربه جزاء. ولو ضربه جزاء انا هقول، لو ضربه جزاء انا هخبي عليكم ليه؟ انا هخبي عليكم ليه؟ ومبروك طبعا لاكرم توفيق رجل المباراه، اكرم توفيق العائد من الصليبي اللي عمل مباراه عالميه وكان بيحمس الجمهور وكان بيحمس الدنيا كلها. طبعا يا جماعه الواحد من فرحته مش عارف يقول ايه. طبعا الحالات التحكيميه كتير جدا جدا جدا، هيقعد بقى يقول لك ده ضربه جزاء مش ضربه جزاء. يا جماعه هي مش ضربه جزاء اساسا. الشوالي برضو، يعني حسام الشوالي المفروض ان هو معلق، المفروض يكون منصف او محايد. انا عارف ان بلده وكده، بس يقول لك لا مش ضربه جزاء، هو بيقول لك فيها وفيها ومش لا هي ما فيهاش ضربه جزاء. يا جماعه ضربه جزاء ازاي؟ مش ضربه جزاء. اراهن انا بص انا هعتزل تشجيع الكره لو ضربه جزاء اصلا. ده لو سالت واحد زملكاوي او واحد اي حد في الشارع، يعني عشان في زملكاويه طبعا كانوا بيتمنوا الاهلي يخسر، مش كلهم طبعا، لو سالت النوعيه دي منهم هيقول لك لا ده ضربه جزاء والحكم ما اداش حقهم في الوقت ومش عارف ايه. مليون مبروك للنادي الاهلي طبعا يا جماعه. النادي الاهلي ما يزال هو كبير افريقيا، ما زال هو متربع على عرش القاره كلها. 12 يا جماعه، البطوله ال 12. برافو برافو الاهلي، مليون مبروك ليا والجمهور الاهلي طبعا والنادي الاهلي. انا فرحان. يا اهلاوي اهلاوي يا جماعه، هتقولوا مبروك ولا ايه؟ مليون مبروك يا جماعه للنادي الاهلي، وبقياده رئيس النادي المحترم الخلوق ابن الاصول محمود الخطيب. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه، لايك للفيديو لو عجبك. السلام عليكم.